بيتي فاضي، ما عاد بيناش حاجة، وقد بعت كل شي، ما عاد باقي إلا معي هذا الفراش، والجوع حقي خلاص. هذا زين بيتصل. ارحب. الو يا سعيد، وينك؟ ما في البيت. ليش؟ لا بالله قلت تخرج نتجابر شوية، الدنيا ضبح. يلا الآن باجي لك. يلا اخرج، انا باب بيتكم منتظر لك. يلا. نقوم نبصر. أهلا يا سعيد، كيف أنت؟ الحمد لله والله بخير، بس إيش كنت تشتي يا زين؟ ما بالله قلت نخرج نتجابر، الدنيا ضبح. والله إني فيني هم وغم لو تبصر كيف. مالك يا رجال، ايش بتهم؟ الدنيا فاهنة. أقسم بالله إن بيتي فاضي وجوعي خلاص. مالك يا رجال، لو البيت فاضي نوفر لك كل شيء. حتى لا عمل ولا مشغلة ولا شيء، على الحديدة. مالك يا رجال، العمل موجود بس هو مكلف شوية. وليش ما تكلمني؟ وزارتها حالية. يعني كيف مش مضمون؟ يلا انت اخبر، فكر في الموضوع وارجع اتصل لي. خلاص تمام، خاطرك. هل أوافق على اللي قال عليه زين؟ بس العمل شكله ممنوعات. لا ما عجي صاحبي زين ودف بي وهرب هذا. تقول يا أخي خليني أوافق، قد بيتي فاضي والمطبخ فاضي. خليني أتصل له. ألو يا زين. سعيد. خلاص أنا موافق أشتغل. يلا ابدأ من بكرة إن شاء الله. تمام، ببدأ من بكرة ونلتقي ونتكلم. يلا مع السلامة. الله يعينك يا سعيد، مشك داري لا يد من ودفت. زين، معنا واحد شي ينضم للخلية. على ضمانتك مع إبيعك؟ مضمون علي. هذه هو المحلي والصورات. إذا باعنا على قدر حسنته. خلاص باخذ يوصلون المهمة، ناويين نرجع لجيلكم. هذا ثقيل المكان الثاني، ما المدينة. يلا. ثواني، يعلم الله ايش العمل هذا؟ وقاعد يجي له انا. يعلم الله. يا سعيد. ايوه زين، وين العمل اللي قلت عنه؟ بص وطي صوتك راح تسمعنا، الله يحفظك. بص ليش اوطي صوتي؟ وطي صوتك، انا اديت لك عمل. ها وصل يا اخي، وصل هذا لا بحارة المسامير، ويخرج لك واحد فوق المتر ملثم. ليش ملثم؟ يا اخي خذ اسئله غير، انت شو عملت؟ شي زرار. شي زرار. ايوه خلاص ها امسك هذا، وصلها. ارجع نزيد 200 زلط فوقها. هذه كلها؟ انا نزيد لك فوقها. وصلت المهمه بسنه، وصلتها واستلمت منها الزلط. تعال وانا جاي ازيدك. خلاص لا حد يسمعنا. ولا حد يسمعنا. انه هذا من قبل ما نمريق له ما قد جاز، قال لي هذه حارة المسامير. وصل هذه وصلها عندك. وداخله ما لك دخل، وصلها وخلاص. ترسلها من هذا. سلام يا سيدي. والله انك مكني قد بس لما هكذا ملثم. لا دخلت من زلطك الباقي، قد رسلتها لك لحسابك على قلبك خاطرك. يا اخي خليني اجرب وافتش ايش اللي داخل، كل يوم ما نفتش. كيس سم، يعني ضحك علي زي يقول لي انه كيس
انه علاجات ومدري ايش، يعني ضحك علي وانا واصل بين هالربع. اول شي اوصلهن وارجع اسيب له عند زي تمام يا زي عيوني. مسكر ما كان خذت التقالة. لا عاد مش اشتغل ولا شيء. ليش؟ كيف ليش؟ كيف ليش وانت بتخليني اوزع ممنوعات؟ هذا كيس سم هذا. انت ايش اللي بتوصله انت؟ ادوية وعلاجات للمرضى. لا عاد تضحك علي، قدي باينه هذه مش علاجات يا زين. يعني ايش ذا الحين ما تشتغل يا سعيد ولا كيف؟ ايوه ما بشتغلش لاني هذه ممنوعات وتدمير للمجتمع. شوف يا سعيد، انت الان معك خيارين بس، يا اما انك تستمر في العمل هذا يا اما ودع راسك. هذا قوانين العمل عندنا وانت اخبر. يعني بتهددني انا يا زين؟ انا ما هددك شران، بس هذه نصيحة من اخلاقه وانت اخبر. شوف افعل ما اشتهيت، اما انا مستحيل ارجع لهذا الطريق. خلاص من عيوني يا سعيد. خاطرك يا عمو زين. يا زعيم وصل. ها زعيم، ها شنطة ده زعيم. جاهز. لا زعيم ما عاد ما يشتغلش معنا، هذه اخر عملية له. انا قلت لك صاحبك هذا ماني مرتاح له من البدايه. ما عليك، انا باب الزاسد بس في رسالة تحت رجلك مثل ما وعدتك. يا اسد انت رجع احمي الزعيم من خارج وانا جالس ردي سعيد واجي. هذا سعيد. يا زعيم هذا سعيد مثل ما وعدتك. انسحب. فوت. كيف عرفتوا المكان؟ حتى سعيد مش داري. الحمد لله خرجت من عندهم، لاني انا هكذا بين تاجر بالممنوعات، وبعد التهديد حقهم اللي قلتها لزين يمكن يفعل بي أي حاجة. أبلغ كان ربنا يفهم. أنا بلغت. علم مدام. الحمد لله بلغت. تلفوني هذاك رقمت الشريحة والتلفون. خليني أقوم.
كثير حق سبيل. خنتنا يا سعيد. أخونك ونص، لأن هذه تدمير للمجتمع. أشكرك يا أخي سعيد على هذا الإنجاز. هذا واجبنا تجاه الوطن.